يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفة طعمها ميكس بين البيتزا وبين الجلاش وقرمشة الجلاش الخطيرة. المكونات بتاعتها عبارة عن فلفل الوان، وعندي كمان زيتون مخلي او زيتون بيتزا متقطع لقطع صغيرة. عندي شريحتين او 3 كده من الجبنة الرومي ودول اختياري. عندي جبنة شيدر على موتزاريلا، وعندي البسطرمة اللي هعمل بيها الجلاش بتاعي. هنبتدي وطبعا سمنة او زيت زي ما تحبي. هنجيب لفة الجلاش اللي هي نص كيلو، ونجيب الصينية ندهنها كويس جدا بمادة دهنية. متقلقيش خالص لو صينية ستانلس مش بيلزق فيها. وبعد كده نبتدي ناخد ورقتين من الجلاش وندهنهم دهنة كده بالسمنة، كل ورقتين هندهنهم دهنة بالسمنة. الولاد بيحبوها جدا جدا، حتى لو بالاجبان بس بدون بسطرمة او بدون سجق او فراخ او لحوم. بالاجبان والزيتون بتبقى حلوة جدا وبتبقى خطيرة وخفيفة. يعني مش عايزة اقول لكم هيعشقوها ازاي. هفضل احط نص كمية الجلاش، واخر ورقتين هسيب الاطراف كده عالية علشان هقفل على الحشوة، علشان الاجبان ما تلزقش في طرف الصينية وتضايقني وانا بخرجها. زي ما احنا شايفين كده، الطبقة دي هحط عليها الحشوة مش بدهنها. ببتدي اقطع الجبنة قطع صغيرة زي كده، وممكن ابشرها وممكن اضربها في الكبة واحطها في الصينية واوزعها. زي ما قلت لكم الجبنة الرومي اختياري، اي نوع جبن براحتك، يعني اللي تحبي تحطيه فيها حطيه كأنها بيتزا وانتي هتحشيها. بعد كده حطيت الفلفل الاخضر والاحمر والزيتون، وكمان هقطع البسطرمة وهحطها قطع. في بيحبوها شرايح، يحطوا الشرايح كاملة على بعض، بس انا بحب اقطعها بالشكل ده عشان كل قطمة يطلع فيها، وفي نفس الوقت عشان لما اجي اقطع ممكن بتخرج كاملة كده في قطع يعني. فبالطريقة دي تمام جدا. وهبتدي احط ميكس الجبن بالشكل ده، وهقفل الجلاش على الحشوة. هدهن الطبقة دي، وبعد كده ابتدي بقى اكمل كل ورقتين ادهنهم بمادة دهنية. دي صينية جلاش عادية خالص مقرمشة بالجبن والبسطرمة. طبعا في اللي هي الفطير الشرقي بيتعمل بنفس الطريقة، بس المادة الدهنية بتبقى مختلفة، يعني ليها حاجات بندهنها بيها، بنعملها بالزبادي والسمنة على بعض والكلام، وبنحط بيكنج باودر. تمام. وبنقفلها ما بنقطعهاش وما بنسقيهاش بحاجة. فدي مختلفة عندي. دي صينية جلاش عادية خالص مش فطير شرقي، لكن محشية بالجبن. انا بحب طعم القرمشة الخطيرة اللي في الجلاش، لكن هعمل معاكم برضو الوصفة التانية ان شاء الله قريب. بعد ما خلصت كل طبقات الجلاش ودهنتها بالسمنة من فوق، هبتدي اقطعها بالشكل ده. انا عملت صينية تانية دائرية بس بالجبن والبسطرمة، ما حطيتش فيها اي خضار، عشان في عندي في البيت جزء بيحب الخضار وجزء مش بيحب الخضار. كل صينية من دول هتحتاج لوحدة بيضة، رشة صغيرة جدا من الملح، ورشة صغيرة جدا من الفلفل الأسود. هنقلب البيضة كويس جدا علشان ما يكونش فيه زلال متجمع. هنفضل نقلب فيها شوية حلوين كده، وبعد كده نكمل باقي المج بالحليب. هو ده المقدار اللي بتحتاجه الصينية، اللي هي نص كيلو لفة جلاش، نص كيلو. وهبتدي احطها على الصينية بالشكل ده وادخلها على الفرن على طول. بس همشي السكينة كده واحاول اخليها تتشرب خليط البيض واللبن او الحليب. بصوا زي ما انتم شايفين، طبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 220. درجه الحراره لما بتكون عاليه بتخلي الصينيه دي تنتفخ كده وتكون مورقه بدون بيكنج باودر وبدون اي حاجه. الدرجات المنخفضه مش هتخليها تنتفخ كده وتكون هشه. وجربوا ويرجعوا لي قولوا لي ايه الاخبار. الصينية التانية عملت نفس الموضوع، بضاية رشة ملح وفلفل اسود صغيرة جدا، وبعد كده كملت باقي الكوباية حليب ووزعتها على الصينية بالشكل ده. حط رشة صغيرة من حبة البركة، ودي طبعا اختياري. بس الاول بحاول اشرب الجلاش
الحليب والبيض. واعملوه من البداية يا جماعة، بيكون خطير وحلو جدا، وزي ما قلت لكم بيخلي الصينية كده تبقى الجلاش منتفخ وهش ومورق ومقرمش كمان من بره. حطيت رشة من جوز الطيب وهدخلهم الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 220 في الرف اللي في النص، والفرن تكون متسخنة كويس. بياخدوا حوالي 25 دقيقة في الفرن، ما بنشغلش الشواية، لكن لو الفرن بتاعتك محتاجة شواية انت بقى شوفي. لكن انا بفضل انها تاخد لون من فوق ومن تحت براحتها علشان تديني القرمشة الحلوة في الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت، تطلع باللون الذهبي الجميل ده وتطلع بالقرمشة الحلوة. طبعا دي بالاجبان بس الدائرية، والصينية دي بالاجبان والخضار والبسطرمة والزيتون. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين، باي باي.